السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة حكايات رعب. نبدأ قصة النهاردة ونقول بسم الله. في ليلة من ليالي الشتاء الباردة وفي وسط الصحراء الغربية المصرية كان في محطة قطر قديمة ومهجورة، محطة نسيها الزمن وكأنها اختفت من على خريطة العالم. الناس في القرى القريبة منها كانوا بيتجنبوا الحديث عنها وبيعتبروها لعنة لازم تتقفل. لكن كريم كان شاب شغوف بالقصص الغامضة والمغامرات، قرر إنه يكتشف سر المحطة بنفسه. سمع كريم عن المحطة من شيخ كبير في السن في قريته، واللي حكاله عن حكايات قديمة بتحكي عن اختفاءات غامضة وسرقات حصلت للقطارات اللي كانت بتعدي من المحطة دي زمان. الناس كانوا بيقولوا إن المحطة كانت ملعونة وإن اللي بيدخلها مش بيرجع تاني. السفر للصحراء كان شاق، وكريم قضى يومين في الرحلة على ظهر عربية نقل صغيرة. في اليوم التالت وصل للمنطقة القريبة من المحطة، وكانت المناظر حواليه بتزداد وحشية. صمت الصحراء كان خانق، والرياح الباردة كانت بتتحرك في الرمل بشكل عشوائي كأنها بتداري على أسرار المكان. المحطة كانت واقفة وسط اللا شيء، مبانيها متهالكة ومرمية كأنها شاهد على زمان فات محدش يقدر يوصفه. كل حاجة فيها كانت متآكلة بالزمن، والسكك الحديدية كانت ملتوية وكأنها مكسورة بفعل قوة مش طبيعية. كريم قرر إنه يدخل المحطة، ورغم إن قلبه كان بيدق بسرعة إلا إنه كان مصر على إنه يعرف الحقيقة. الخطوات الأولى كانت تقيلة، والممرات اللي كان بيعدي فيها كانت ضيقة وضلمة. وصل في آخر المبنى الرئيسي اللي فيه صالة الانتظار القديمة. الصالة كانت مليانة كراسي خشب مكسرة ولوحات إعلانات قديمة مغطية بالتراب، وفي سكون غريب كان مسيطر على المكان. فجأة سمع صوت خفيف كأنه جاي من بعيد. الصوت كان زي ما يكون في حد بيتكلم، لكن مش مفهوم الكلام. قرر كريم يمشي ناحية الصوت وبدأ يسمع الأصوات بوضوح أكتر.